تباني بشكل اطول لو انت قصيره، تكون رقبتها على شكل حرف في، لون الحجاب مع لون الشوز. بلاش نختار الحاجات اللي بتكون طويله وتدرجات اللون الواحد. هاي ويست لان ده هيديكي طول اكتر، اللي بتكون شكلها من قدام مدبب كده. هاي ازيكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. ويلكم باك تو ماي تشانل. فيديو النهارده هنتكلم عن ازاي تباني بشكل اطول لو انت قصيره، طبعا لو حابه يعني، لكن لو مش حابه وحابه تفضلي قصيره اتس اوكي يعني، انت حره. شويه نصايح كده للبنات القصيره، عشان مثلا لو حد حابب ان هو ينزل يجيب لبس او حاجه يبقى عارف ايه الحاجه اللي هتبينه بشكل اطول. يلا بينا نبدا الفيديو. اول حاجه ان احنا نلبس الاوتفيت كله من فوق ومن تحت بلون واحد او حتى تدرجات اللون الواحد، لان ده هيبيننا بشكل اطول. لان اما بنلبس مثلا من فوق لون ومن تحت لون كده كاننا بنقطع الجسم، فبالتالي ده هيبيننا بشكل اقصر، واحنا عايزين نبان بشكل اطول. فاحنا لو لبسنا من فوق ومن تحت نفس اللون او على الاقل يعني درجات اللون الواحد، ده هيبيننا بشكل اطول. تاني حاجة البلوزات اللي بتكون رقبتها على شكل حرف في، دي برضو من الحاجات اللي بتبينها بشكل اطول. تالت حاجة من الحاجات اللي بتبينها بشكل اطول ان احنا نخلي لون الحجاب مع لون الشوز واحد. ولو مثلا مش محجبة او مثلا في الشتاء او كده، ممكن نعمل مثلا سكارف ويكون برضو هو نفس لون الشوز، لان ده هيبيننا بشكل اطول. رابع حاجة النقشات برضو اللي بتكون بالطول، دي من الحاجات برضو اللي بتدي ايحاء بشكل اطول، لان العين هتمشي من فوق لتحت فهيديكي ايحاء ان انت اطول. خامس حاجة لما تيجي تختاري اي بنطلون او اي جيبة، حاولي ان انت تختاريها انها تكون هاي ويست، لان ده هيديكي طول اكتر. كمان لما تيجي تختاريها حاولي انك تختاريها طويلة، اللي هي يعني بتكون ماكسي وكده، لان ده برضو هيديكي طول اكتر. سادس حاجة الاكسسوارز، زي مثلا الاحزمة. نختار دايما الاحزمة اللي بتكون عريضة، لان ده هيديكي احساس بالطول، على عكس مثلا الاحزمة اللي بتكون رفيعة، ده يحسسك ان انت اقصر. سابع حاجة بالنسبة للشنط، نحاول دايما ان احنا نختار الشنط اللي بيكون حجمها صغير او متوسط. بلاش نختار الحاجات اللي بتكون طويلة وحجمها كبير، لانها هتبينك بشكل اقصر، على عكس مثلا الحاجات بتكون صغيرة او متوسطة هتبينك بشكل اطول. تامن حاجة الشوزات برضو اللي بتكون شكلها من قدام مدبب كده، دي اساسا اول حاجة بتعملها انها بتخلي الرجل بشكل احسن. تاني حاجة ان هي بتديكي ايحاء ان انتي اطول. لحد هنا خلص فيديو النهارده، اتمنى يكون عجبكم واستفدتوا منه. ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب، ولحد اشوفكم الفيديو الجاي كونوا بخير والى اللقاء.